عادة يعني بنحذر من ان انا اقترض للاستهلاك، يعني لازم اقترض لمشروعات، اعمل مشروعات تنتج وتخلق فرص عمل وتخلق دخول للناس. هو هنا في تحفظ على كلمة مشروعات يا دكتور، يعني مش أي مشروعات، لازم تكون مشروعات منتجة، مظبوط؟ ولا مشروعات البنية التحتية أيضا يعني ممكن تكون تحت نفس الأمبريلا؟ هو يعني خلينا نعبر عنها بطريقة مختلفة شوية سماح، إنه تكون مشروعات أجريت لها دراسة جدوى. أي مشروع أي مشروع عبارة عن إيه؟ عبارة عن كمية من الموارد، عارفة؟ رمل وزلط وعرق الصعايدة ونقد أجنبي وكل الكلام ده، وبتستخدم مثلا تعملي طريق أو كوبري أو نفق مثلا، يعني أو تبني مدرسة أو مستشفى، أو تبني مصنع أو مزرعة. كل دي في حكم المشروعات. دراسة الجدوى اللي معناها ان انا اتأكد من ان كل الموارد اللي هستخدمها في هذا المشروع ستعد عائد يسدد التكاليف المرتبطة بالمشروع مع تحقيق فائض. هو ده دراسة الجدوى. وبالتالي لما بعمل دراسة جدوى بقول والله فعلا انا متأكد من دراسة الجدوى انه المشروع ده هيجيب عائد يغطي التكلفة مع فائض، يبقى ده مستحب. صحيح. إذا العكس يبقى قبل ما أغرق في الموضوع أقول لا، بلاش المشروع، بلاش منه المشروع، ليس له جدوى. طيب إيه من المشروعات القومية اللي أنشئت حديثاً اللي شايف إنها ذات جدوى وإنها فعلاً سوف تدر دخل؟ خلينا بس مديها شوية لورا، لأن إحنا دلوقتي 2026 في 2026 دخلنا، كل سنة والجميع طيبين. من حوالي 60 سنة، ودي في عمر الشعوب فترة مش طويلة على فكرة، واخد بالك؟ مظبوط. عملنا مجهود كبير ودخلنا معارك عشان نبني مشروع اسمه السد العالي. السد العالي ده كمشروع ايه هو بقى؟ انا اشتريت معدات من بره فدفعت نقد اجنبي، اجرت صعايده وفلاحين يشتغلوا في الموقع فدفعت بالجنيه المصري، جبت حديد من مصانع الحديد، جبت زلط من المحاجر الى اخره. كل دي على بعضها هي الموارد اللي دخلت في المشروع. وعملنا حسبة انه والله المشروع ده اللي هو السد العالي هيعمل حاجتين: واحد ان هو هيمكننا من ضبط او التحكم في مياه النيل، اظن احنا النهارده شايفين الكلام ده كويس قوي، قيمة السد العالي في ظل اللي حاصل على النيل الازرق في اثيوبيا. الشيء الثاني يبقى عندك بنك ميه تسحبي منه عند اللزوم. الحاجه الثانيه ولدي طاقة كهربائية من مساقة المياه فتزيد الطاقة الكهربائية. نمرة 3 هتحولي مساحة معتبرة من أرض مصر من ما يسمى الري الحياض، يعني يتروي مرة في السنة، إلا الري الداعم، أروي على مدار السنة. معناه إنه بدل ما أزرع محصول واحد أزرع محاصيل، وأحيانا 3 محاصيل. صحيح. أترجم ده كله بقى إلى قيمة بالجنيه أو بالدولار وبنسبها للتكلفة، بقول ده مشروع يعني له جدوى، له ما يبرر ان انا انفذه. فده مشروع بنقوله كمان للاجيال عشان يعرفوا واحنا بعد 60 سنه. حضرتك شايف انه مشروع السد العالي كان مشروع ذو جدوى، اضاف للاقتصاد المصري، ويعتبر يستاهل ان احنا يعني مزبوط. نخوض حرب علشان. مظبوط. طيب مقارنه بقى بالمشاريع مقارنة في مشروعات ملهاش عائد مباشر، ولكن هي بتساعد في تنشيط مشروعات اخرى وبالتالي بقى لها عائد غير مباشر. مثلا مشروعات النقل بشكل عام، يعني لما بعمل سكه حديد فبقدر انقل ركاب او بضايع لمسافه معينه بتكلفه قليله، ده بيساعد الصناعات على انها تنشا او انها تصرف في الانتاج بتاعها. فده الانفاق على البنيه التحتيه بشرط ان يكون محسوب، بمعنى ما فيش فيه مبالغه. دي نقطه مهمه جدا.